بعد العمل على أكتر من مشروع في السعودية والتعامل مع المواطنين السعوديين، قدرت إن أنا أحدد شوية حاجات في السلوك الشرائي للمواطن السعودي بتفرق معاه كتير جدا وهتخليك تقدر تبيع بشكل. رقم واحد، سهولة تجربة المستخدم. لازم تخلي الموقع أو الويب سايت اللي بتبيع عليه منتجاتك سهل في التعامل، يقدر إن هو يخش ويختار من عليه المنتج ويقدر إن هو يدفع وياخد المنتج بكل سهولة. سهولة تجربة المستخدم بتفرق كتير جدا في عدم الكحك. رقم اثنين، وفر طرق الدفع المختلفة وخصوصا الدفع الآجل زي دابي وتمارا، لأن ده برضه بيفرق معاك كتير. رقم ثلاثة، اذكر سعر المنتج بتاعك شامل الضرائب، ما تقولش سعر المنتج بس، لان هو لو بيلاقي سعر المنتج والضرائب الموضوع بيزيد فبيحس ان هو بيضحك عليه، فبذكر سعر المنتج بتاعك شامل الضرائب. ورقم أربعة، اهتم بالشحن المجاني. ممكن ما تصدقش الموضوع ده، ولكن كل المواطنين السعوديين بيتبسطوا جدا وبيهتموا جدا بان هم يكون المنتج اللي هم بيشتروه او المتجر اللي بيشتروا منه بيوفر شحن مجاني. رقم خمسة والأخيرة، اهتم بالأعياد والمناسبات زي يوم التأسيس واليوم الوطني موسم الرياض. اهتم بالموضوع ده واهتم بالخمس حاجات دول، تقدر ان انت تبيع في السعوديه بشكل كبير جدا.